صار ما فهمنا والو. حنا رقدنا نصبنا بلي الجزائر ما كاش كوب دافريك، ما تنظم ما والو. سحبت محات الملف تاعها. ما فهمتش انا هذه كاع باش يخدموها المروك ولا شنو؟ لا الجزائر دوك نفهمك. شوف البوليتيك واعره والجزائر واعره على البوليتيك. البنين والنيجر انسحبوا تاني من تنظيم كاس افريقيا 25 وبقات غير المروك. بس الجزائر جاتها معلومه بلي المروك راح تنسحب على ما يكفيهاش الحال على جل الزلزله. ولازم لها دراهم كبار ولازم لها وقتك فاهم. فهمت. كانت المروك راح تنسحب. هاي الجزائر انسحبت. كونتر خطه هذه. هذه خطه بي. المروك وحدها. تحصل بها. يا ربي يسهل عليهم. الله يعاونهم. ربي يعاونهم في الزلزله. الجزائر كبيره على افريقيا شريك. كبيره عليهم كاع. الجزائر هي افريقيا. شو الرجال. خدمنا لهم اللي يصطاد بالراقي وخدمنا لهم تيسي والزو. عنابه. كاين اللي يصطاد في الافريقي ما تاعنا. شنو؟ يجي من بعد واحد كيما واحد مروكي شادي. حنا لازم ينحونا يحطونا في الاوروب. حنا القاره رحنا للقاره الجزائريه ينحوها ويديروها في الاوروب. ما يحبوش الرجال ناصر، ما يحبوا الرجال. والله ما يحبوا الرجال. المهم السلام عليكم. انا درت لكم المعلومه. 1.5 مليون شاهد باصي بها المروك وما يقدروا لهاش. اليامات بيناتنا. السلام عليكم. في قضيه انسحاب الجزائر من كاس افريقيا، تنظيم كاس افريقيا، انا نقول لك دوكا العياشي ما عنده وين يلعب. هو كان دايرها كارطه كبيره الشيخ هو بني الصوص. راك فاهم ولا ماكش فاهم؟ درك الجزائر كي انسحبت من كاس افريقيا او قعدت فيها هذوك المروك وحده، ينسحب ما يقدرش ينسحب. واش يدير؟ او دوكا راحت له الكارطه تاع الجزائر اللي راح يلعب بها هو وبني الصوص. ونزيدك حاجه، على بالكم الزنزله اخي ضربت عنده صح ولا ماهيش؟ درك نشوفوه اسكو يصرف المال الا دا لاكوب تنظيم كاس افريقيا الا داه. ما يقدرش يتحجج يقول الجزائر الكابرانات ولعبوا لي وداو لي راك وحدك. دوكا راك وحدك في التيران. نشوفوك تراش هل تستطيع ان تنظم كاس افريقيا والناس مازالت متشردة، ربي يفك عليهم ان شاء الله، يعني مازالت مساكن في العراء وكاين اللي حتى مازالوا تحت الانقاض الى يومنا هذا. نشوفوا تراش هل سيوفق ما بين ما حدث في الزلزال وما بين تنظيم كاس افريقيا 2025. تا لازم تكون ذكي. اني قلت لكم ذاك العام السياسه واعره والجزائر واعره على السياسه، بصح قليل اللي يفهم كلامي هكذا. الجزائر غتنظم كاس افريقيا ديال 2025. الجزائر مستعده تماما باش تكون هي البلد المستضيف لكاس افريقيا 2025، ولكن اجي تعرفوا الحقيقه ديال هذا الموضوع هذا. الجزائريين يعرفوا الامور. الجزائريين ومازال لم يتم الاعلان. عندهم مده واحنا تكلمنا على الامور هذه. الجزائر اخوتنا في الجزائر يعرفوا اللي راهو الامور حسمت بالنسبه للمغرب في كان الجاي. بحسب ما قال حفيد الدراجي. انا يا اخويا من الزاويه الرياضيه والسياده واسم الجزائر انا لا انسحب. الانسحاب هو نقطه ضعف. الكاف نهار الاربعاء غادي تعلن على البلد المنظم لنهائيات كاس افريقيا 2025، ولكن ماشي الجزائر اللي مرشحه بقوه، بالعكس المغرب هو الملف ديالو اللي قوي. المغرب قدم ملف متكامل معاه الاتحادات الافريقيه اللي كتعرف القوه ديال المغرب وجات لعبات في المغرب الملاعب الرياضيه والملاعب الوطنيه. المغرب قطع اشواط كثيره وكبيره بزاف. المغرب مثال يحتذى به. المغرب بلد الامن والامان. المغرب عنده بنى تحتيه في المستوى الكبير ونظم منافسات عالميه. اليوم كلشي كينتظر شكون البلد اللي غينظم كاس افريقيا للامم، واش الجزائر واش جنوب افريقيا واش نيجيريا ولا المغرب. بطبيعه الحال الكل كيراهن على المغرب هو البلد اللي غينجح التظاهره هذه. كما قلت نهار الاربعاء غادي تكون الاعلان على البلد المنظم. المغرب كنعرفوه نظم كاس العالم للانديه. وشنا كيفاش الناس والانديه العالميه نوهوا بالتنظيم ديال كاس العالم بالمغرب. المغرب نظم كاس افريقيا للامم ديال السيدات واكبر حضور جماهيري كان في المغرب. واش هادشي كاين في الجزائر؟ لا. واش الجزائر نجحت في التنظيم ديال المنافسات من كاس افريقيا للشباب ديال U17؟ لا.
اذا بلا ما تبقى ترجعوا المغالطات. المغرب الملف ديالو قوي، كنقول الجيران ديالنا والاشقاء ديالنا اللي في الجزائر ما تبقاوش تابعين المغرب. المغرب غادي بواحد السياسه ملكيه، سياسه رشيده، وغادي بواحد التوجه رسم الخريطه ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس. شفنا المغرب كاس العالم في قطر ما غندويش على المستوى التقني ديال اللاعبين، ما غندويش على الوصول ديالنا للنصف النهائي، ولكن غندوي على هذاك النموذج ديال الجمهور اللي نال الاعجاب ديال دول العالم، الجمهور المغربي، الجمهور اللي كان واحد العلامه مضيئه في كاس العالم قطر، الجمهور المغربي اللي عطى صوره نموذجيه على الشعب المغربي. وبالتالي كنظن بان الكاف الا بغى هاد المسابقه هذه تنجح لها فما يمكن لها الا تجي للمغرب. وحنا شفنا بلدان افريقيا جاو لعبوا مباريات ديال الاقصائيات ديالهم ديال كاس العالم ولا افريقيا لعبوها في المغرب. المغرب بلد الامن والامان، المغرب اللي بالسياسه المولويه قطع مراحل وقطع اشواط. اذا موعدنا نهار الاربعاء ان شاء الله، موعد الاعلان على المغرب المستضيف ديال النسخه ديال كاس افريقيا. كنا غنحتفلوا بهذا الاعلان. تحياتي لكم والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. الخبر الذي كنا نعرفه قبل حدوثه: انسحاب الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027. هذا الخبر كنا نعلم به مسبقا يا جماعة الخير. نحن نعلم من البداية أن الجزائر ستنسحب من تنظيم كأس إفريقيا 2025، حتى جاء رئيس الاتحادية الجديد وليد صايدي وأعلن الانسحاب، والسبب كان واضح. كيف لرئيس الاتحادية الأقجع المغربي كان يعلم أن بلاده ستنظم كأس إفريقيا 2025؟ هذا ما يسمى الكوسلة في الكاف والرشاوي التي تقدم. كيف لرئيس الاتحادية يعلم منذ أشهر تنظيم بلاده كأس إفريقيا؟ وهذا هو السؤال المطروح: لماذا انسحبت الجزائر في هذا الوقت بالضبط؟ كاين اللي يقول لك البنية التحتية والملاعب غير مؤهلة. الجزائر تملك 7 ملاعب مجهزة بكل الإمكانيات وبنية تحتية. المغرب تملك 6 ملاعب مرممة فقط طرأ عليها الترميم. كيف للجزائر لديها ما يقارب 10 ملاعب جديدة وجاهزة للتنظيم، كما نظمت من قبل كأس إفريقيا للشباب تحت 20 سنة وكأس إفريقيا للشباب تحت 23 سنة والألعاب الأولمبية والألعاب الأوروبية. ما كاش منها جماعة الخير ملاعب غير مؤهلة، ملاعب مؤهلة. الجزائر انسحبت بسبب الكولسة، وهذا قرار صائب فعلته الاتحادية. أن من الأحسن الانسحاب. نرانا عارفين الكوسلة والرشاوي مباشرة صاري في الكاف، خفايا نعلمها ويعلمها الكثير. الكاف يتحكموا فيها 2 ساعة الناس، فوزي الأقجع وصامويل إيطو، وهذا الخبر مؤكد والناس كاع عارفته. فهموا حاجة يا جماعة الخير، نحن لسنا دولة مطبعة للكيان الصهيوني. لهذا السبب نحن ندفع الثمن بسبب خرجاتنا الرجولية يا جماعة الخير. دمتم في رعاية الله. قولك احقا احنا انسحبنا، تاش انسحبتي؟ اش عندك اللي انسحبتي؟ طلع بلا كيهبط القجع الغازو كيتحرك. داك حافظ الدراجي وحسان. تحياتي لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وهنيئا للمغاربه كاملين على الكال اللي خديناه، اللي ما تسرطاش لاعداء الوطن، اللي ما تسرطاش لهذوك اللي ما حامليناش، اللي ما تسرطاش لشي وحدين اللي باركين على الله لولي. وغنقول لكم واحد الكلمه اللي عارفين المغاربه كاملين، داك حافظ الدراجي وحسان. بالاخر خويا حنا راه عارفين راسنا واخدين الكان. علاش؟ حيت كاين كلشي الحمد لله، كاين الكفاءات، كاين الخدمه، كاين التيرانات، كاين الوطيلات، كاين الدراري اللي غيخدموا، كاين اي حاجه بغيتها كاينه. واهم حاجه اللي كاينه عندنا حنا في المغرب هو الامن والامان والاستقرار بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والحموشي، وبرئاسه المؤسسات الامنيه كاملين الله يحفظهم لينا والعسكريه. واحد القضيه اخرى نقولها لكم، نتوما اللي ما حامليناش اعداء الوطن غتبقاو تكتبوا لنا في دوك الكومونتيرات ديالكم بالصحه والراحه. راه الكان هنا، لا كوب دي موند هنا، وهنا طاح ريال هنا غنلعبوا عليه من الاخر، بلا ما تبقاو تخلخلوا فينا وداكشي ديالكم حنا ما نديروا به. وتحيه كبيره لجميع الرياضيين اللي داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه كبيره حتى لدوك اللي ما كيلعبوش الرياضه. زيد اخويا مالاد قجع ديالنا خونا وحبيبنا، راه هو اللي طلع الكره المغربيه بقياده الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس. باش نقول لكم شنو كاين، البطوله راه شتو كي ولات، تيرانات تبارك الله وصل عام بها ملي كيهبط القجع الغازو كيتحرك من الاخر. الدراري القوال كانوا مدعدعين ولاو مزيانين
لا كوب دي موند راك شو الدراري ديالنا تباعوا بالثمن. لا فيفا كاينه هنا كتلعب معنا هنا وكتاكل معنا وتشرب معنا هنا وكل شيء نايض من الاخر. اش علينا حاملين نعاودوا نقولوا دوك اللي ما حامليناش وحساد ماشي المجاوره، حنا راه عارفينهم شكون هما، راه بيننا وبينهم خط. ماشي ما هادوك دابا بالهم ضارينهم حنا في راسهم في اي حاجه في جميع المجالات الرياضيه والفنيه والسياسيه. ردوا بالكم راه المغاربه، شوف راه المغاربه ما غتوصلهم في والو. الدراري تبارك الله هنا راه الكفاءات موجودين. ما عندنا هنا 8 الدراري اي حاجه بغيتي يديروها في الحلاقه في الشعر حتى ميكانيك حتى بلومبيت اي حاجه كيديروها الدراري تبارك الله عليهم هنا. والمغاربه كاملين يد وحده، وهذا الشيء راه شفناه في الزلزال كلنا كنا يد وحده رجل واحد قلب واحد. وراك شو سيدنا عطى الدم ديالو وحنا كنتبعوا الملك ديالنا، ما كنتبعوش الهضره الخاويه، ما كنتبعوش دوك المساميم، ما كنتبعوش اعضاء الوطن. حنا راه البلاد ديالنا غنموتوا عليها وما كاينش شي واحد غيدخل فينا ولا غيدخل فينا. واي واحد غيبغي يقول شي كلمه في هذه البلاد هذيك راه غنخرجوا فيه طول وعرض. حنا لا كوب هنا كل شيء هنا. هذا الحسن كامل حيت حنا واعرين عليهم بجميع المجالات، المجالات العسكريه والفنيه والرياضيه واي مجال حنا واعرين فيه. واي واحد هنا راه عنده خدمه ديالو خطيره، اي واحد هنا عنده الفن ديالو، اي واحد عنده الارتيزانات ديالو، اي واحد كيدير واحد المهنه اللي هي خطيره وما بقاش دوو بزاف. والامن والامان، بغيتي تاكل فيك الجوع تاكل، بغيتي تغطى يعطوك مالطا، وانت تطلع للجبل قول لهم بغيت نشرب يطلعوا لك بوديزه حتى للجبل. من الاخر حنا كلشي كاين، بلاد ديال بصح. الا قلت لكم بلاد راه تابع امريكا وهذا الملك هذا حاضين البلاد وحاضين مع البلاد واللي قاسنا غنخرجوا فيه طول وعرض. هذاك ماشي انسحاب، هذا راه خاويه ما عندهمش ملف ديالهم بحالنا حنا الملف ديالنا مطنطن، الملف ديالنا عامر شبعان تيرانات شبعان وطيله. واش من ملف هما حاطين كرتونه خاويه فيها طومبو ديالهم. حتى حنا راه عندنا داكشي 77,000 ورقه. ما تبارك الله الملاعب ديال القرب سير دور تشوف كي دايرين الملاعب ديالنا، الخضوره كي دايره والكازو كي داير والكرياج كي داير والحمامات فيهم كي دايرين، كلشي خدام كلشي ناضي. بقاو تفلاو وسير عندهم هما والله لقيتي شي حاجه بالله. وكره مفشوشه حاطينها قال لك عندنا ملعب، حتى شمن الملعب عندك حتى بوره باش ندخل داك الملعب نشوفوا بالليل. واش يكون شرب مع راسك هنا وسير بحالاتك ما تخلصنا ما نخلصوك. الكلمه الاخرى الهوشه الناس اللي كيبغيوك الناس الكلمه الاخرى ديالنا لي فان ديالنا اللي كيبغيونا واللي عزاز علينا، تحيه كبيره 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 لكم عند خوكم الهوشه شخصيا من مدينه المحمديه وبالضبط من ريزيدونس النسيم. واللي بغى يحسن يجي عند الدراري الناسيم هنا باربا السيريس، واللي بغى يتكسى يجي عند هنا عند الهوته مرحبا بكم. وتحيه كبيره جميع المؤسسات الامنيه والعسكريه بما فيهم الامنيه والدراري ديال البومبيه والدراري اللي مشاو للزلزال وتعازينا الحاره الناس ديال واخا نبقى نشكر ما غاديش نسالي، راه كلكم مشكورين من تحت للفوق. تحيه كبيره للصحافه ديال المغرب كامل من طنجه للقويره وعاش الملك. واللي قال شي حاجه احنا موجودين. حيد